مثالا، تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا يسقون غيم حياتنا فمضوا فينا. والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم حبيباتي الغاليات في حلقة جديدة من برنامجنا أعلام الأمة. في أعلام الأمة النهاردة بنتكلم على صحابي جليل من أوائل من أسلم، ذات صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عم النبي ابن أبي طالب، وأخوه سيدنا علي ابن أبي طالب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أشبه الناس بي خلقا وخلقا، هو أكتر واحد شبهي في الخلقة، وهو أكتر واحد بإيه بيتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد ما اشتد الإيذاء جامد يا أخوات، وضاقت عليهم الصحابة في مكة من البلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه؟ اذهبوا إلى الحبشة، فإن في ملك هناك لا يظلم عنده أحدا، فالحقوا ببلادي حتى يجعل الله لنا فرجا ومخرجا. فبدأ إيه؟ فالناس يعني طلعت بعثة إلى كان 70 واحد، وكان معاهم سيدنا جعفر ابن أبي طالب. فلما لحقوا بيه، لما راحوا هناك طبعا كانوا عايشين هناك في الحبشة آمنين ومطمئنين. كفار قريش ما كانش عاجبهم الكلام ده، ازاي يطلعوا من تحت ايدينا واحنا كنا بنعذبهم. فبعتوا على وراهم مين؟ سيدنا عمرو بن العاص، بس كان دلوقتي ما كانش لسه اسلم، وعبد الله ابن ابي ربيعه. فالتقى وفد المشركين بالمسلمين، وراحوا عند النجاشي يشتكوا له بقى. طبعا كانوا جمعوا له من الهدايا، ومفيش بطريق من البطارقة اللي هناك إلا ما جابوا له هدية قيمة عشان إيه؟ يسلموا يعني كلهم ينزلوا على أمر اللي هم جايين عليه ويسلموهم المسلمين. هم كانوا عايزين يسلموهم كده. فبتحكي لنا المناظرة دي مين يا أخوات؟ بيحكي لنا المناظرة دي أم سلمة. فبتقول بقى في المناظرة دي: لما نزلنا أرض الحبشة، وكان فيها النجاشي لنا خير جار، وعبدنا الله عز وجل، وكنا لا نسمع ما نكرهه، وكانوا يعني مستريحين جدا في الحبشة. فبعثوا ورانا رجلين، وكان بقى ايه فيهم؟ سيدنا عمرو بن العاص، وكان داهية العرب، وكان خطيبا مفوها. فراحوا بقى سيدنا عمرو بن العاص وقف قدام النجاشي وقال له ايه؟ انه كان جم عندك غلمان هم من سفهاء القوم، فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك. يعني ايه؟ بيقولوا هم سابوا ديننا، احنا بنعبد الاصنام والالهه، وكمان ما دخلوش في دينك. يعني شوف بقى هم عملوا ايه بقى: وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا انت، ولقد بعثنا، احنا اللي جابونا اشراف القوم وابائهم واعمامهم وعشيرتهم عشان تردهم الينا، فهم اعلم الناس بهم، فهم هربوا مننا، هم دول اعلم الناس بيهم، فانت ردهم الينا. والبطارقة وراه يقولوا له ايه؟ ايوه صدق، ما هو قابضين بقى واخدين هدايا قيمة. فقالوا له ايوه هو عنده حق، احنا نسلمهم، وهم اهاليهم ابولى بيهم واعلم بيهم. فراح قال لهم ان جاشي قال غضب وقال: لا والله انا مش هسلمهم، لم اسلمكم احد حتى جم في جواري ونزلوا في بلادي واختاروني على من سواي حتى اسمع منهم واسالهم. فكانت بقى المناظرة يا اخوات. ارسل الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا عنده، قال بعضهم لبعض: ماذا نقول الرجل؟ فسيدنا جعفر قال لهم: أي أنا أميركم اليوم، أنا اللي هتحدث باسمكم. ففعلا تحدث المتحدث الرسمي باسم الجماعة. كان مين؟ كان سيدنا جعفر. فلما جاءوا ودعا، وقد دعا النجاشي الأساقفة كلهم بتوع موجودين عشان يسمعوا الكلام اللي هم هيقولوه. طيب، فإيه بقى؟ سيدنا جعفر بقى اللي اتكلم، فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة. بصوا يا أخوات بقى، الحديث ده يعني حديث يدرس. الأول هيجيب مساوئ كل الكفر، وبعدين هيبدأ يتكلم على محاسن الإسلام. اسمعي بقى معايا كده عشان نتعلم أنا وإنتي. كنا أهل جاهلية. أول حاجة إيه؟ نعبد الأصنام وبنأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف. حاجات إيه؟ كل أي حد منا يكرهها، كل دي في الكفر. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا آمنا به، نعرف نسبه، يعني مش أي حد وخلاص، لا ده احنا كان بنقول له عليه الصادق الأمين، ومن قريش، يعني من عيلة ذات حسب، نعرف نسبه وصدقه وأمانته. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث. بصوا بقى هيتكلم بقى على محاسن الإسلام يا أخوات. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، فصدقناه وآمنا به واتبعنا ما جاءنا به من الله،
فعبدنا الله وحده ولا نشرك به شيئا، حرمنا ما حرم علينا وحللنا ما أحله إلينا. فعدا علينا قومنا. بعد ما عملنا كل ده القوم بتوعنا مش عاجبنا اللي احنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا. هيبدأ بقى يقول لهم القوم بتاعهم عملوا فيهم ايه؟ عذبونا وفتنونا عن ديننا، يريدون ان يردونا تاني لعبادة الاوثان ونترك عبادة الله وان نستحل الخبائث. بصوا كلام يعني ايه ده؟ كلام يدرس كان خريج مدرسة ايه ده يا اخوانا؟ كانوا خريج جامعة ايه؟ خريج مدرسة النبوة صلى الله عليه وسلم. وأمرنا عايزين بقى يرجعونا تاني إن احنا نعبد معاهم الحجارة وإن احنا نستحل الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا. والله كلام يعني رحمة الله عليك يا سيدنا جعفر. ايه رأيكم ايه رأيكم في الخطاب المفوه ده؟ سفير. عملوا ايه بقى؟ ضيقوا علينا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا. خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فلما النجاشي، إيه رأيكم أي حد يسمع الكلام ده يقول إيه؟ يعني كلام 100. قال هل معك مما، النجاشي بقى بيقول له إيه؟ معك قرآن من اللي نزل عليكم؟ فإيه؟ فراح قرأ إيه بقى؟ بصوا بقى بيختار إيه كمان؟ بيختار قصة ستنا مريم، كاف هاء عين صاد. الكلام اللي فيه الكلام عن ستنا مريم النصارى عشان يمس القلوب، وسورة ستنا مريم كلها ايه؟ يعني الكلام يرقق القلوب. فقعد يتلو سيدنا جعفر فبكى والله النجاشي حتى ضلت لحيته. عارفه بقى اللقاء، الدموع تنهمر لحد ما اللحيه تتبل، والاساقفه كلهم اللي فاتحين المصاحف تبدا الدموع تنزل لحد ما الدموع تيجي على المصاحف. فقال ايه بقى النجاشي يا اخوان؟ إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. ده كلام ربنا. يعني الكلام اللي أنا سمعته ده ما هوش شعر وما هوش يعني زي ما بيقولوا كان كاهن وشاعر وساحر. لا الكلام ده هو نفس الكلام اللي جه بيه ده، جاي من مشكاة واحدة، من مصباح واحد، هم وسيدنا عيسى. فلا والله لا أسلمكم إياه، أنا مش ممكن أبدا أدهم لكم. ده الناس دول بيقولوا كلام زي الفل. فلما خرجوا من عنده قال عمرو إيه؟ طبعا عمرو اتغاظ جدا بقى، كسبوا المناظرة. قال ايه بقى؟ والله لآتينه غدا. احنا بنقول ايه على سيدنا عيسى يا خوات؟ بنقول ان هو عبد لله عز وجل. النصارى بيقولوا ايه؟ ان هو الاله. فقال ايه بقى بكرة؟ قال والله لأعودن له بكرة غدا واخبره ماذا يزعمون ان عيسى ابن مريم عبد. طب انا هاجي بقى بكرة وهخليهم بقى يسألهم ماذا تقولون في عيسى، وهم بيقولوا المسيحيين كانوا يقولوا ايه؟ ان هو اله. واحنا طبعا في عقيدتنا ان مفيش حاجه اسمها الاله، الله لا اله الا هو وكلنا عبيد لله عز وجل. قالت ثم غدا عليه من الغد فقال ايها الملك. راح بقى تاني يوم وقال له ايها الملك انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. الحق ده بيقولوا عليه عبد وهو اله عندكم. فارسل اليهم فسالهم عما يقولون فيه. قالت فارسل اليهم ليسالهم. ولما سألهم بقى قال ايه بقى؟ فأخذ الصحابة يا اخواتي يتحدثوا بينهم وبين بعض. قالوا هنقول ايه دلوقتي لما يسألنا عن عيسى ابن مريم؟ احنا هنقول ايه؟ قال ايه بقى سيدنا جعفر؟ قال والله هنقول اللي ربنا قالهن، ولا مش هنغير ولا هنبدل. احنا هنقول اللي جالنا والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بيه، ولا ياخذنا في الله لومة لائم. مش عشان خاطر هو نسترضيه نقول كلام يخالف عقيدتنا وشريعتنا، لا هنقول اللي يرضي الله عز وجل. وشوفوا بقى لما الحق يجري على لسان الحق، لما ربنا سبحانه وتعالى يطلق اللسان بالحق والواحد ما يخافش إلا ربنا سبحانه وتعالى، فينجيه الله عز وجل ويلقي في قلب التاني اللي بيسمع ان هو ده الحق. فسألوه بقى لما قال له ماذا تقولون في عيسى؟ فقال جعفر بن ابن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ايه هو؟ ان هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول.
هو ده الكلام اللي عندنا، وهو ده الكلام اللي نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا به. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ عودا ثم قال والله ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود. أيوه هو كده بالظبط. فبدأت البطاريق من وراه ينخروا، يعني إيه مش كلام مش عاجبه كلام الله. فقال النجاشي والله وإن نخرتم هذا الذي هذا لا يعدو عن عيسى، هو ده الحق. وقال لهم بقى اذهبوا في بلدي فانتم امنين، وانا يعني وانتم مرحب بكم في بلدي، ما فيش اي حد يقدر يمسكم باي سوء. وفضلوا يا اخوات الصحابه عند النجاشي، واسلم النجاشي على ايد سيدنا جعفر. وفضلوا عند في الحبشة لحد ما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما عرفوا إن النبي راح مكة نيجي يا رسول الله، فقال لهم لا ما تجوش، نيجي يا رسول الله لا ما تجوش، لحد فتح خيبر. ليه يا أخوات؟ لأن لسه كانت الدين ما يعني لسه شوكة الإسلام ما كانتش ظهرت، وهو كان خايف النبي صلى الله عليه وسلم من حد ياخده على المدينة ويقضي على الإسلام، فيبقى لينا قاعدة تانية في مكان تاني. لحد بقى بعد فتح خيبر قال خلاص كده اليوم احنا نغزوهم هم لا يغزونا، فأذن لهم بالهجرة وآتوا علينا. فلما بعد الخيبر لما أتى المدينة سيدنا جعفر كان يقول إيه؟ النبي كان بيحبه جدا، ابن عمه وقعدش معاه حبة بسيطة، وكان اتحرم منه سنين كتير وهو في الحبشة. فقال له إيه؟ والله ما أدري بأيهم أفرح بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. بص كان بالنسبة له قدوم جعفر حاجة مهمة ازاي زي فتح خيبر، سبحان الله. وفضل بقى سيدنا جعفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وبعدين بدأوا يحضروا إلى غزوة مؤتة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي كان أمير الجيش 3 لو تتذكروا معايا كان مين؟ زيد بن حارثة، ثم سيدنا جعفر، ثم عبد الله ابن رواحة. سبحان الله يا أخوات. ولما مشي الجيش وانطلقوا إلى غزوة مؤتة، وفعلا قعدوا لو تفتكروا الأحداث اللي قلناها في غزوة مؤتة، قعدوا يقتلوا المسلمين 6 أيام، واليوم السادس قائد الرومان قال لهم ايه؟ انتوا قائد الروم قال لهم لو ركزتوا مع اللي ماسك الرايه هنقضي عليه ونبقى قادرين على الحرب. وفعلا عملوا كده، قتلوا سيدنا زيد. وبعد ما قتلوا سيدنا زيد، سيدنا جعفر مسك الرايه بمنتهى الشجاعه، وقطعوا ايده اليمين وبعدين قطعوا ايده اليسار. والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في المدينه بيحكي احداث الغزو يا اخوات. وبعدين قتلوه، اخذ بتاع 70 طعنه، 70 طعنة، ومفيش بيقولوا مفيش في ظهره ولا في الدبر، يعني ملفش، فوقف زي الأسد يمسك الطعنات. وبصوا معايا المشهد ده حصل مع أكتر من صحابي، اما ايده اليمين تتقطع يروح ماسك بايده الشمال، يقطعهم بايده الشمال يروح ماسك البتاع الرايه باللي بقى من دراعه. بصوا يا اخوانا والله الناس دي بذلت قد ايه للدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم بقى في المدينة قطعوا ايده اليمين وقطعوا ايده اليسار، وبعد ما قتلوه والله لك أراه الآن يسبح في الجنة أبدله الله بجناحين. عشان كده كانوا بيقولوا لابنه عبد الله يا ايه ابن جعفر الطيار، عشان أبوه كان ليه جناحين ايه في الجنة. سبحان الله. شوفوا بقى الناس قد ايه صدقوا الله عز وجل. يا أخوات احنا عملنا ايه للإسلام؟ عملنا ايه للإسلام؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ونبذل، عايزين نبذل واحنا في رمضان كده يا اخوات وبنختم رمضان، عايزين انما الاعمال بالخواتيم، فاستعيني بالله، استعيني بالله، انما الاعمال بالخواتيم. لعل النهارده يكون لسه اسمك ما اتكتبش من عتقاء الشهر الكريم، وتكون هي دي ليله العتق، وتكون دي ليله القدر، ويغفر لك وتاخدي عباده 83 سنه. فاجتهدي بالله عليك، اجتهدي حتى نختم الاعمال بالحسنيات. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أخبار.